انا ما شفتش في حياتي بجد يا جماعه جمهور بالعقليه اللي انتوا فيها دي. يعني انتوا رايحين تخلدوا ذكرى واحد لسه متوفي، اسطوره من اساطير الزمالك، ومفيش اهلاوي قبل الزملكاوي ما زعلش عليه ودعاله بالرحمه. ده مش بس كده، احنا كلنا زعلنا عليه. الجهاز الفني اللي عندنا في النادي الاهلي راح في العزاء وعزة كابتن سيد عبد الحفيظ وكل الجهاز، يعني نص الاداره عندنا راح. ده ادارتكم ما راحتش العزاء، ادارتنا كانت رايحه العزاء. ومعظم جمهوركم اشاد بالموقف وقال ان حاجه حلوه ودي روح حلوه بين الناديين، والمفروض ما يبقاش فيه تعصب. كل الكلام والهري اللي احنا عارفين ان هو في النهايه هري. ايه لازمه المسج اللي ملهاش اي 30 لازمه دي بجد؟ يعني هل مثلا كابتن محمد صبري الله يرحمه يا رب ويحسن اليه يا رب، هل مثلا هيشوف الرساله دي يقول لكم يا عيني بتكسبوا، صعبتوا عليا كسبتوا بشقاكم؟ يعني لو عايزين نرد والله العظيم هنعرف نرد كويس قوي. بس الفكره كلها ان احنا مش هننزل المستوى المرضي اللي انتوا فيه ده، لان دي عقليه مرضيه بجد من الاخر. تاني حاجه احتراما للراجل المتوفي اللي ولاده كانوا موجودين في الاستاد النهارده، وربنا يا رب يصبرهم. فبجد والله العظيم انسب رد عليكم في الهبل اللي انتوا عملتوه ده انه ربنا يشفيكم، ربنا يشفيكم، لان انتوا واضح ان المرض مزمن عندكم. انتوا عندكم مرض اسمه الاهلي، ده مرض مزمن مش هنتخلص منه، انا عارفه، ولا هتخلصوا انتوا منه. هيفضل الاهلي عقده حياتكم، هتدخلوه في اي حاجه. واحد بقى متوفي، واحد مش عارف، فرحانين زعلانين، هتدخلوا الاهلي في اي حاجه تخصكم عموما يعني. فربنا يشفيكم يا رب، وربنا يرحمك يا كابتن محمد صبري، وربنا يصبر ولادك يا رب ويصبر اهلك كلهم، وان شاء الله تكون في الجنه ونعيمها.